أهلا بيكم في نونا تشانيل وحلقة جديدة من مسلسل إيش الحلقة رقم 5. النهاردة الحلقة حزينة شوية، تابعونا لحد الآخر، لايك واشتراك ويلا نبدأ الحلقة. طبعا بتتكلم إيش مع مختار، وهم بيتكلموا مع بعض بيدخل عليهم جوز أختها اللي هو بوشكش، فلما بيشوفهم بيتفاجئ وبيكلم مختار وبيقول له اخت المدام بتعمل عندك هنا ايه. فطبعا مختار بيحس ان دوت كمين من ايش وبوشكش، لكن طبعا ده مش حقيقي. فلما بيفضل يعاتب عليها بوشكش وبيسمع كأنه مختار كأنه بيسمع مسرحية، إلا إنه طبعا بتفضل تتكلم إيش وتقوله لا ما تظلمنيش، ده أنا متجوزاه. فبيقول لها ده جوزك ولا زي جوزك، فطبعا ما بيكونش منها غير ان هي بتطلع القسيمه بتاعه الجواز. اول ما بيحس الموضوع دوت كمين طبعا بيفضل يقول لهم اطلعوا بره وانا المعلم مختار، وبيطردهم فعلا بره المكان اللي هو موجود فيه. فبتبقى صدمه كبيره جدا لايش ان ازاي مثلا موضوع زي كده يحصل. فعلى طول بوشكاش بيتكلم معاهم، بتبقى طبعا مفاجأة كبيرة وصدمة كبيرة جدا ليهم. ما بيعملوش حاجة غير ان هم يتبهدلوها ضرب ويشبعوها. فمن كتر الضغط عليها ما بيكونش غير ان هي بتروح لباباها، وده بالنسبة لها الملجأ الاخير، وبتحكي له على اللي حصل بينها وبين مامتها وبين طبعا جوز خالتها. مين بيتكلم هنا؟ بيتكلم مختار، ولبنى حتى بتفضل تقول ده انا اتصلت بيه حوالي 30 مرة ما بيردش عليا. بتقول لا يا بنتي هتزهقيه وطفشتيه. بنتلاقى كمان ان معتصم اللي هو سيادة الضابط بيتكلم مع شاهندة او فاطمة زي ما بيتقال لها، وبقول لها لازم انك انت تعملي كمين ويعني وتسجلي لي لمختار. فما بيكونش منها غير ان هي طبعا بتقول طيب تمام. واول ما بيروح باباها علشان يشوف حكاية مختار ده بتقول له ايه ده المأذون اللي كتب كتابنا. بيقول لها مأذون مين؟ ده خال مختار. وما بيكونش من باباها غير ان هو بيحكي له، بيقول له احنا كده فتحنا القديم بعد ما كان متقفل ودي مش هتسكت. فطبعا هو بالنسبه له بيقول لها والله يا بنت انا ما اعرفش، بس انتوا مش هتعرفوا تاخدوا حق ولا باطل منه. فبما يكونش طبعا غير من خاله غير بيقول لها طب استني هحاول احل المشكله ديت. وبالفعل بيروح لمختار علشان يكلمه ويقول له على اللي حصل واللي انت اللي عملته ده غلط وما ينفعش، وبيحكي له القصه بتاعت اخلاص وشاديه. وطبعا بتبقى بالنسبه لمختار صدمه كبيره. بيجي بقى باباها بيوديها لمامتها اخلاص، وبيحصل مشادة بينهم كلامية، وبتفضل تقول له هو انت جاي علشان تاخد اللقطة هنا؟ انت ما تعرفش انا عملت كده ليه؟ بيقول لها غلطتي الوحيدة ان انا اتجوزت واحدة زيك، واحدة رقاصة زيك. فما بيكونش طبعا منها غير ان هي بتقول له ما انا لو اتلقيت اللي يصرف عليها ما كنتش خرجت من البيت ولا اكلت ولادك دي، وانا لما طلعت بره بيتي طلعت علشان الاكل والشرب بس، وانت اللي سبتهم لي وانا اللي وانا اتولدت بيتهم. فبيمشي طبعا بعد ما بيسمع الكلام دوت بيمشي ويخرج من المكان. لكن ايش جابته عشان تستنجد بيه بتبص تلاقيهم برضه بيفتحوا في القديم تاني وبيفضلوا يعملوا خناقات تاني. فبتقول لهم وانتوا ايه ما بتتوبوش؟ ارحموني، انا عايزاكم تحلوا مشكلتي مش انكم كنتوا تفتحوا لبعض القديم. وبتدخل الأوضة بتفضل تعيط وبتتكلم كمان مع نصة وبتحكي له على اللي حصل، وبتقوله أنا لما سبته، أنا لما أخدته حبيته بجد، وانت عارف ان أنا بنت جدعة. بيقول لها ما ده اللي أنا محتاله. لكن طبعا بيقول لها خلاص أنا هقف معاكي مش هسيبك أبدا. في الوقت دوت خلاص قررت المواجهة إخلاص بين إخلاص وشادية، وبيروحوا بالفعل بيخبطوا على بيت شادية وبيحكوا لها الحكاية. بعد ما فقدت الامل في مختار لما عرض عليها 1,000,000 جنيه وقال لها انت على بعض كلك ما تستاهليش الرقم ده، لكن انا هديكي اللي انا كتبته في مؤخر الصداق. وبترفض طبعا وبتقول له انا مش هخلي لك اي حد لما اعرف حكايتنا، وان انا هبهدلك في كل مكان. واول خطوه بتعملها ان هي بتروح لمامته وبتحكي القصه كامله، وده اللي هنشوفه الحلقه الجايه. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. مع السلامه.